مساء الخير مشاهدينا، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من هنا افريقيا. متواصلين مع حضراتكم حتى 9 مساء بتوقيت القاهره على الهواء مباشره، حلقه يوم السبت هنا افريقيا. عاده في هنا افريقيا نبدا بالحديث عن اهم الاخبار والمستجدات ذات الصله بالشان الافريقي، بالاضافه الى موضوعنا الرئيسي. موضوعنا النهارده هنتكلم عن مشكله المياه في مصر، علاقه مصر بالدول حوض النيل، كيفيه اداره ملف حوض النيل، الاتفاقات الخاصه بهذا الملف. هنتكلم عن مستقبلنا ومستقبل أبنائنا في إطار المياه ودول ومصر والدول حوض النيل. والحقيقة اللي خلانا نتكلم عن هذا الملف إن كان في دراسة عملها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبيقول أو هذه الدراسة ورد فيها الآتي: احتياجات مصر في المياه ستفوق مواردها المالية بحلول عام 2017 نظرا طبعا للنمو السكاني السريع ونتيجة التنمية، وإن مصر ستحتاج بحلول عام 2017 نحو 86.2 مليار متر مكعب، في حين ان مواردها لن تتجاوز 1 متر مكعب آنذاك. ورد أيضا في التقرير أن مصر تعتبر من الدول الداخلة على أو تكون تحت خط الفقر المائي، حيث يبلغ نصيب الفرد 860 متر مكعب سنويا، في حين أن خط الفقر المائي يبدأ من 1000 متر مكعب. بالإضافة أن مصر من الدول الفقيرة في مياه الأمطار والمياه الجوفية. هناك أيضا دراسات بتقول أن معدلات البخر في السد العالي أو في المخزون الاستراتيجي لبحيرة ناصر بيقل تدريجيا. عشان كده حاولنا ان احنا النهارده نفتح هذا الملف، وانا اعتقد بعد فتح هذا الملف هيكون هناك سلسله كبيره من الحلقات. هيكون مشرفنا النهارده اثنان من الخبراء في هذا المجال: دكتور مغاوري شحاته هو رئيس الجمعيه العربيه للمياه، وايضا معنا دكتور مساعد عبد العاطي خبير القانون الدولي في المياه. ده هيكون موضوعنا النهارده في صالون هنا افريقيا. نبدا سريعا بالاخبار. اول خبر هيكون كالتالي: تلقى الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية دعوة لحضور القمة الخامسة لمجموعة البريكس التي تستضيفها مدينة دربن بجنوب افريقيا، وهيكون يومي 26 و27 مارس. ودول البريكس هي البرازيل وروسيا والصين والهند، وتهدف هذه الدول تعزيز التعاون والشراكة بين دول البريكس والدول الافريقية وغيرها من الدول. أيضا خبر هام يتعلق بالصومال: توجه وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو بعد ظهر اليوم إلى العاصمة الكينية نيروبي في طريقه إلى الصومال في زيارة تاريخية تستغرق يوم واحد، وذلك على رأس وفد دبلوماسي رفيع المستوى. وهذه الزيارة تعتبر هي الأولى من نوعها لمسؤول مصري على المستوى الوزاري منذ أكثر من 20 عام. ومن المقرر أن يكون في استقبال وزير الخارجية حيث يصل للصومال غدا الرئيس الصومالي شيخ حسن محمود، والذي أيضا سيعقد معه سيكون هناك مباحثات رسمية برئاسة وزير الخارجية البلدين، كما يلتقي عمرو مع كل من وزير الدفاع ووزير البرلمان الصومالي. الحقيقة قالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية وعضو الوفد المرافق للوزير، قالت في تصريحات لوكالة الأنباء الشرق الأوسط إن هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول مصري على مستوى الوزاري منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الصومالي سياد بري منذ نحو 20 عام، وإن هذه الزيارة بتمثل دعم الحكومة الصومالية الحالية كأول حكومة منتخبة غير انتقالية، منوهة إن من المنتظر أن هذه الزيارة يرتب عليها إرساء دعائم التعاون بين الدولتين. أيضا هناك خبر ما زلنا معكم، وخبر من الجزائر. هذا الخبر بيقول: مركز جديد لمكافحة الفساد بقرار من رئيس بوتفليقة. والتفاصيل بتقول: في وقت تشهد فيه الجزائر سلسلة فضائح رشوة وفساد مست شخصيات في أعلى هرم السلطة، افتتح وزير المالية كريم جودي مركزا جديدا لمكافحة الفساد يعمل فيه ضباط شرطة وقضاة، أنشئ بأمر من رئيس بوتفليقة. الخبر التالي من الصومال: اتهامات أممية بخرق اتفاق حظر الأسلحة في إقليم دارفور المضطرب. وجه تقرير أممي اتهامات جادة لحكومة السودان بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور المضطرب عبر استخدامها لطائرات حربية وصواريخ. وذكر التقرير أن حدة النزاع قد اشتدت مؤخرا بسبب قدرة المتمردين على تنظيم أنفسهم وإقامتهم لمعسكرات تدريب على أراضي جنوب السودان. الكونغو: مسؤولون كونغوليون يقولون إن 5 أشخاص على الأقل قد قتلوا في تحطم طائرة مدنية في مدينة جوما، أكبر مدن المنطقة الشرقية في جمهورية كونغو الديمقراطية. تونس:
أعلن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي استقالته من الحكومة التونسية الأربعاء لأسباب عزاها إلى عدم وضوح الرؤية المستقبلية للحكومة التونسية. الزبيدي قدم استقالته لرئيس الحكومة المكلفة مؤخرا علي العريض وأعلمه برفضه مواصلة مهامه على رأس الوزارة في التشكيل الحكومي المرتقب. خطوة وزير الدفاع تأتي في الوقت الذي تشهد فيه تونس حالة من الاحتقان السياسي والشعبي بلغت أوجها عقب اغتيال الناشط السياسي شكري بالعيد. من ليبيا، قضية لوكيربي، فريق اسكتلندي أمريكي مشترك يزور ليبيا لاستكمال التحقيق. قال أرفع مسؤول قانوني في اسكتلندا إن فريقا يتكون من ضباط الشرطة المحليين ومكتب التحقيقات الاتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية زار ليبيا الأسبوع الماضي في إطار جهوده المتواصلة للتحقيق في قضية لوكيربي. وأضاف المسؤول الاسكتلندي فرانك مالهولند إن الفريق عقد سلسلة من الاجتماعات مع الوزراء الليبيين في العاصمة طرابلس الاثنين. أيضا غادر علي زيدان رئيس وزراء ليبيا إلى مرسى مطروح في زيارة المحافظة في طريق عودته إلى بلاده بعد زيارة لمصر استغرقت الحقيقة يومين. ومن المقرر أن يلتقي زيدان مع محافظ مطروح وشيوخ وأعيان مطروح. قال الدكتور هشام أنديل رئيس مجلس الوزراء وكان الدكتور هشام أنديل قد أجرى محادثات مع رئيس وزراء ليبيا تناولت المشاكل على الحدود المصرية الليبية وكيفية ضبطها وتسيير العبور بين البلدين، مناقشة مشاكل العمالة المصرية في ليبيا وضرورة إرسال العمالة المصرية للأراضي الليبية بعقود موثقة. خبر من مالي، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن بلاده ستسحب قواتها من مالي حالما تستعيد الدولة الواقعة في منطقة الساحل الإفريقي سيادتها على أراضيها. من جانبه تعهد الرئيس المالي تراوري بعدم حصول أي تجاوز أو أي عمل انتقامي عقب استعادة السيطرة على شمال البلاد. من مقديشيو، الأمم المتحدة تخفف حظر الأسلحة المفروضة على الصومال. قرر مجلس الأمن الدولي الأربعاء تخفيف الحظر على الأسلحة المفروض على الحكومة المالية لمدة سنة استجابة لطلب مقديشيو. أيضا خبر يمكن ده من أحدث الأخبار على الشأن الإفريقي، فاز أهورو كينياتا المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بالانتخابات الرئاسية في كينيا بفارق مئات الآلاف من الأصوات عن منافسه رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته رايلا أودينغا الذي أعلن مسبقا عدم اعترافه بالنتائج. في خبر أخير، هو خبر الحقيقة هو رياضي بس قد يكون رياضي محزن بعض الشيء. منتخب زيمبابوي يرفض خوض مباراته مع منتخب الفراعنة في مصر خوفا من الموت. رئيس اتحاد الكرة الزيمبابوي كان قد صرح بهذا، أو اتحاد كرة الزيمبابوي قد صرح بهذا في إطار المباراة المزمع إقامتها بين فريق زيمبابوي ومصر الشهر الحالي يوم 26 مارس في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في البرازيل. والحقيقة التصريحات دي جاءت بعد ما حدث من أحداث مؤسفة عقب إعلان منطوق الحكم اليوم السبت، وكان التعليق أنه رفض المجيء أو الخوف من المجيء خوفا من الموت. انتهت أخبارنا مشاهدينا، هسيب حضراتكم مع تقريرنا التالي هيكون عن دولة غانا، وده عشان الاحتفال بالعيد القومي أو يوم الاستقلال بالنسبة لغانا أو ساحل الذهب كما كان يقال عليها في الماضي. نشوف هذا التقرير وبعده هنستعد لاستقبال ضيوفنا الكرام والحديث عن ملف حوض النيل ومصر، التعاون في مجال النيل، مشكلة المياه. معنا زي ما قلنا دكتور مغاوري شحاتة رئيس الجمعية المصرية للمياه، دكتور مساعد عبد العاطي خبير القانون الدولي للمياه. شوف التقرير ونتابع بعد كده التفاصيل هنا أفريقيا. خليكم معنا. ساحل الذهب هذا هو اسمها. الله، اتحاد، مساواة، هذا هو شعارها. غانا أو جمهورية غانا هي جمهورية إفريقية على الساحل الشمالي لخليج غينيا الواقع في غرب إفريقيا. تحدها بوركينا فاسو شمالاً وتوغو شرقاً وساحل العاج من الغرب. عرفت فيما مضى بساحل الذهب، خضعت للاستعمار البريطاني منذ عام 1896 حتى نالت استقلالها في 6 مارس عام 1957.
بعد احتلال دام أكثر من 60 عاماً، فكانت بذلك أولى المستعمرات التي استقلت في غرب إفريقيا. ومع إعلان استقلالها أعلنت أيضاً تغيير اسمها من ساحل الذهب إلى غانا بعد مسيرة من النضال الوطني قادها كوامي نكرومة أول رئيس جمهورية لها. تنتشر السهول في جنوب وشمال غانا، أما الوسط فهضبة ترتفع في بعض مناطقها إلى 600 متر، وأبرز أنهارها فولتا الأبيض وفولتا الأسود وأواتي، وتسود الأشرطة الرملية أمام سواحلها، وتحصل بينها بحيرات تنمو بها أشجار المنجروف. سكانها خليط من الجماعات الزنجية التي تضم الغاني وأشانتي والأوي والكوماسي والممبروسي واليوريا، إلى جانب جماعات من الهوسة والفلاني، والتي قدمت من الشمال بعد اعتناقها الإسلام الذي يدين به حوالي 16 من السكان. تتحدث غانا باللغة الإنجليزية كلغة رسمية، عملتها هي السيدي، عاصمتها أكرا، ومن أشهر أبنائها كوامي نكرومة وعبيدي بيليه وكوفي أنان. نبدأ مع حضراتكم مباشرة الحديث عن مياه النيل أو مشكلة المياه في مصر، علاقة مصر بالدول حوض النيل، كيفية إدارة ملف حوض النيل والاتفاقات الموقعة بهذا الشأن. هنبدأ الحوار، بس اسمحوا لي بس أرحب بضيوفنا دكتور مغاوري شحاتة رئيس الجمعية العربية للمياه، أهلا بك معايا دكتور، ومستشار دكتور مساعد عبد العاطي هو خبير القانون الدولي للمياه. أهلا بحضراتكم معانا. دكتور مغاوري، سريعا، هل مصر فعلا داخله في خط الفقر المائي؟ او بسؤال بطريقه اخرى، كيف ترى الوضع المائي في مصر حاليا ومستقبلا؟ يعني هنتكلم اولا مساء الخير وعلى المشاهدين وعلى حضرتك، وشكرا لهذه الاستضافه، ونامل ان تكون مثل هذه اللقاءات لها تاثير ايجابي على ملف نهر النيل في مصر. نتمنى هذا، وان ينتبه الساده المسؤولين عن هذا الملف الى قيمه ما تقدمون وما نحاول ان نذكره. ساعتك بتسألي عن هل مصر في حالة فقر مائي؟ أنا بس أحب أراجع الأرقام اللي حضرتك قرأتيها. كنت عايز أخد رأي حضرتك فيها. أحب أراجع الأرقام اللي ذكرتيها عن مجلس أو جهاز مركز المعلومات عن اتخاذ القرار تبع مجلس الوزراء، وقال في عام 2017 هتكون نحتاج إلى 86.2 مليار متر. لا، إحنا النهارده شوفي، إذا ما طبقنا القاعدة العالمية لاحتياجات المواطن في أي دولة من المياه اللي هي 1000 متر مكعب على سكان مصر دلوقتي كآخر إحصاء 92 مليون. تمام. فيبقى احنا محتاجين 92 مليار بالمنطق المحسوب، تبقى احنا محتاجين 92 مليار. فإذا ما طرحناهم من 65 مليار احنا دلوقتي هم حصيلة مصر من المياه، يبقى احنا محتاجين حوالي 25 مليار متر مكعب دلوقتي مش 2017. تمام. فب 2017 هتبقى مثلا دلوقتي حصة مصر من المواطن المصري 620 متر مكعب، مش 860 متر مكعب. وهنا انا بحب اشير الى فوضى الارقام في مصر في الحقيقه، فوضى الاحصاءات وفوضى الارقام. وده يعني فقط بس بالمناسبه يعني، لكن نحن نحتاج بالفعل الى مياه. مصر بتعيش حاله فقر مائي، وهي في اتجاهها الى ان تعيش حاله نسميها حاله شح مائي، لان مع ازدياد عدد السكان ومخططات التنميه وزيادة احتياجات الفرد من المياه، احنا محتاجين مياه تقدر حاليا بالفرق اللي انا قلت لحضرتك عليه دلوقتي، وبالتالي احنا محتاجين زيادات مائية في ايرادات مائية اضافية، وخاصة ايرادات مائية اضافية من نهر النيل. وربما يكون هذا هو الهدف من المبادرة التي انشأتها مصر بالتعاون مع دول حوض نهر النيل، وللأسف بدخول البنك الدولي، لأن البنك الدولي دائما يلعب أدوار ربما لا تساعد حالة مصر على وجه التحديد، هو في عكس اتجاه ما تطالب به مصر من مشروعات مياه. المبادرة عشان نجيب من السادة المواطنين باختصار، تمام، هي إطار فني وإداري
وقانوني. تمام. الفني هو عبارة عن مجموعة من المشروعات للتعاون في فاقد ضخم. هو المبادرة هدفها التصرف وزيادة المنفعة من الفاقد الكبير اللي من المياه اللي تسقط على حوض نهر النيل. تمام. حوض نهر النيل له 3 مناطق منابع، الأولى في الهضبة الأثيوبية، والثانية في الهضبة الاستوائية حول بحيرة فيكتوريا، تمام. والثالث في منطقة بحر الغزال جنوب السودان. تمام. احنا لينا 3 منابع، في منبع منهم واحد منهم لا نستفيد به على الإطلاق اللي هو في جنوب السودان، اللي هو عنده قناة كونجلي، اللي هو كان في مشروع قناة جونجلي. الأكثر استفادة هو اللي جاي من الهضبة الأثيوبية، بيجي لنا منها 72 مليار متر مكعب سنويا بواقع 85% من إيراد نهر النيل. تمام. اللي هو 84 مليار. والثاني بيجي لنا من منطقة هضبة البحيرات العظمى، هو المنبع بحيرة فيكتوريا المنبع الثاني هو الأساس منبع النيل. وهو في الحقيقة أقل لأنه بيساهم ب 15% من المحصلة. وده له مشاكله لأن منطقة بحر الجبل اللي هي بتجمع في النهاية المية فيها، بحر الجبل للأسف إن انحداره ما هوش كبير، وبالتالي فيه إعاقة لحركة المياه. هي دي موارد مصر من نهر النيل. مصر والسودان 5% من إجمالي الإيراد، 3% فقط مصر. يبقى إذا نحن بصدد كانت قضية تستهدف خير جميع الدول، انعكست في النهاية على عناد بين هذه الدول، خاصة بين دول المصب ودول المنابع. وفي مثل هذا النوع من الأحواض، أحواض الصرف اللي هو زي حوض نهر النيل، المفروض ما يبقاش فيه خلاف، المفروض يبقى فيه وفاق، لأن بقدر حاجة دول المنابع إلى دول المصب، أيضا دول المصب بحاجة إلى دول المنابع، والمفروض أن الوفاق والتوافق هو الذي يجب أن يسود التعاون في مثل هذا النوع من الأحواض العابرة للحدود. طب خليني قبل ما أروح لدكتور مساعد دكتور أسأل حضرتك، المبادرة حضرتك أصلا اللي هي اتفاقية عن-تيبي؟ نعم. حضرتك قلت المبادرة تقصد بيها اتفاقية عن-تيبي؟ ما المبادرة صيغت في اتفاقية عن-تيبي. تمام، يعني قصدك على دي. لا لو حضرتك، لا المبادرة ما اتفاقية عن-تيبي هي الاتفاقية الإطارية، هي بتمثل الجانب القانوني الذي يحكم مبادرة دول حوض نهر النيل، واحنا اتفقنا فيها. واعتقد الدكتور مساعد ان شاء الله هيكمل كلامي وربما افضل، بان هذا الاتفاق اللي وقع عليه 6 من دول المنابع. تمام. هو بينص على بعض النصوص في ماده واحده تتعلق ما يتعلق بالحقوق التاريخيه لمصر والسودان، ما يتعلق بالمفهوم الاخطار المسبق، والثالثه هي كيف يكون اتخاذ القرار، هل بالإجماع، هل بالأغلبية. وأعتقد أنها 3 عناصر مهمة جدا، اللي هو مبدأ الإخطار والتصويت واعتراف بحقوق مصر التاريخية والسودان، تعديل الاتفاقية. تمام. والتصويت. طب خلينا نتكلم عن الجانب اتفاقات حوض النيل بصفة عامة منذ القدم. مدى التزام دول حوض النيل بهذه الاتفاقات يا دكتور؟ حضرتك في البداية دعينا نحدد أن مصادر نهر النيل زي ما قلنا، مصادر المياه لنهر النيل بتأتي من منبعين، منبع الهضبة الإثيوبية وهو يمد النيل ب 85% من مصادره، والمنبع الآخر الهضبة الاستوائية ويمد النيل ب 15%، ويمتاز بالاستمرارية دائما والانتظام. هناك مجموعة من الاتفاقات القانونية تحكم تنظيم العلاقات الخاصة في استخدامات مياه نهر النيل. في شأن الهضبة الإثيوبية في مجموعة من الاتفاقيات أهمها بروتوكول روما 1891، وده وقع ما بين إيطاليا والتي كانت مستعمرة للهضبة الحبشة في ذلك الوقت، وبريطانيا التي كانت تمثل مصر والسودان. هذا البروتوكول في مادته الثالثة جاء بالتزام صريح تعهدت بناء عليه إيطاليا أو فيما يخص إثيوبيا والهضبة الإثيوبية بعدم تعطيل المياه وتصول المياه إلى النيل، وبخاصة إلى مصر. وبعد ذلك اتفاقية 1902، ودي وقعت من بعد استقلال اثيوبيا من الامبراطور الاثيوبي ملك الثاني، ملك ملوك اثيوبيا، ووقعت باللغه الامهريه، والتزمت بها اثيوبيا التزام وتعهدت تعهد مباشر بعدم الاضرار بالمصالح المصريه، وصولا بعد ذلك لاتفاق 1993. بس كان في 29. انا لسه بكلم حضرتك على الهضبه الاثيوبيه. 1990 وقع اتفاق عام للتعاون بين الرئيس السابق مبارك ورئيس وزراء اثيوبيا الراحل ميليس زيناوي. هذا ما يخص الهضبه الاثيوبيه. الهضبه الاستوائيه
تحكمها عده اتفاقيات، من اتفاقيه 1929 ودي وقعت بين رئيس وزراء مصر السابق محمد محمود الاسبق وبين السلطه البريطانيه بوصفها ممثله او محتله لاوغندا وكينيا وتنزانيا في ذلك الوقت. وبعد ذلك اتفاقيه 1959 ثم بروتوكول اوغندا الذي وقع في عام 1990 بشان خزان اوين. بس كل هذه الاتفاقات حضرتك قلت انها كلها كانت بتهتم انها او تنص على احترام حقوق مصر في المياه ودور مصر في وضع سياسات لتنظيم الري او انها تكون لها دور في عمل مشروعات تعاون. هل ده فعلا التزمت به دول حوض النيل حتى الآن؟ هذه الاتفاقيات جاءت لتقنن أعراف وممارسات دولية من قبل دول حوض النهر النيل. تمام. ومن بينها مصر، وقننت حقوق تاريخية لمصر. تمام. عبر قرون خلت. وهذه الاتفاقيات لا تأتي بجديد، بل جاءت لتقنن أعراف قائمة على مستوى الأحواض النهرية. هذه الاتفاقيات ترسخ للحقوق المصرية، وهذه الاتفاقيات لا تعطي حقوق للدول الأفريقية لدول حوض النيل وتعطي حقوق لمصر وتحمل الجميع التزامات. فهي اتفاقيات تحمل في ثناياها الالتزامات والحقوق. طيب اتفاقية عنتيبي ايه اهميتها؟ اتفاقية عنتيبي في البداية نعرف أوغندا. في نهاية التسعينات بدأت دول حوض النهر النيل برعاية بعض الجهات المانحة وعلى رأسها البنك الدولي بقصد تجميع هذه الاتفاقيات المتناثرة في صورة اتفاقية عامة شاملة تنظم العلاقات بين دول حوض نهر النيل. فتم خوض جولة من المفاوضات استمرت حوالي 10 سنوات أو 9 سنوات تقريبا، وصولا الى اتفاق شامل يعتبر اطار مؤسسي قانوني يضم جميع دول حوض نهر النيل. هذا الاتفاق تم التوصل الى اكثر من 97 من نقاطه. تمام. وتعثرت الامور في 3 نقاط تخص مصر والسودان، اهمها الا وهي الاختيار المسبق، النص على الاختيار المسبق، وايضا مبدا النص على الحقوق التاريخيه لمصر، وطريقه التعديل. مدى الاختلاف فيه يا فندم؟ نعم فندم. مدى الاختلاف في ايه؟ الاختلاف ان دول حوض نهر النيل مش عايزه تنص صراحه على الاختيار المسبق. ايوه. كالتزام على الدول عندما تزمع في اقامه المشروعات المائيه، وايضا الحقوق التاريخيه مش عايزه تنص صراحه ضمن هذه الاتفاقيه نصوص صريحه بذلك. طيب دكتور مغاوري، ازاي نحل هذه الاشكاليه؟ مبدا الاختيار المسبق والاعتراف بحقوق مصر التاريخيه ودور مصر في او يعني انها تكون لها دور في عمل مشروعات تعاون في مجال الري في دول حوض النيل. بس انا اتكلم نتعامل مع هذه الاشكاليه ان شاء الله. هو شوفي، هو حضرتك بيتعلق بقضيه عدم الاعتراف بالحقوق التاريخيه لمصر في مياه نهر النيل، مصر والسودان. الحقوق التاريخيه لمصر والسودان نشأت بنظر بطبيعه الحوض ذاته. الحوض اللي هو حوض نهر النيل في منطقه الهضبه الاستوائيه شديده الارتفاع شديدة الانحدار. المياه بتجري في اتجاه السودان ومصر بشكل طبيعي يعني وبشكل تلقائي. نعم بالظبط كده، بشكل طبيعي وبشكل تلقائي. هنشوف ان الهضبة الاستوائية في اقصى اليمين ونازل منها مجموعة من الانهار، نهر الصوبات في الشمال، نهر عطبرة، ثم النيل الازرق، ثم نهر الصوبات. وهذه الأنهار تشترك في النهر اللي نازل من البحيرة الاستوائية. تمام. اللي هي في المنتصف تحت في جنوب أو في الجزء الأسفل من الخريطة، في خط طالع هو ده خط بحر الجبل اللي بيتطور في منطقة السودان إلى النيل الأبيض. تمام. ثم من النيل الأبيض والنيل الأزرق يتحدا جنوب الخرطوم في شكل النيل النوبي. ثم بعد ذلك ينطلق عبر الحدود المصرية في النيل الأدنى. ده بالضبط هو ما يتعلق بمسار حوض نهر النيل. هذه المياه بتتدفق في اتجاه مصر واكسبتها حق تاريخي، لان تمام. مصر هبه النيل كما نقول، ودوله المصب. طيب ايه اللي تم بعد كده وخلى مصر حصه وخلى للسودان حصه ومفيش حصص لباقي الدول الاخرى؟ لأن دلوقتي أصبحت هناك مناداة بالحصص. الحصة لمصر والسودان نشأت من أن كان في 22 مليار متر مكعب سنويا تذهب إلى مياه البحر المتوسط هدرا دون أن أي أدنى استفادة. جاءت فكرة بناء السد العالي. تمام. وترتب عليها حجز هذه الكمية من المياه اللي هي 22 مليار. تمام. ومن ثم كانت اتفاقية 59 اللي هي الشهيرة كانت تنظم العلاقة بين مصر والسودان
في إنشاء السد العالي. بمقتضاها تم توزيع هذه الكمية التي فاضت 22 مليار. بواقع الناس تستغرب طبعا 14.5 مليار للسودان و4.5 مليار لمصر. مصر كان نصيبها 47 أو كانت بتستخدم 47 مليار. لما تضيف عليها 7.5 مليار التانيين يعني المسألة تصل إلى حصيلة 55.5 مليار لمصر، والأربعة زائد الأربعة للسودان زائد 14.5 18.5 للسودان. هذا مفهوم الحصص. ما فيش محاصصة أخرى لدول حوض نهر النيل، يعني لم يكن لأثيوبيا حصة ولم يكن لأوغندا ولم يكن لتنزانيا وكينيا وبوروندي ورواندا حصص. مسألة تتعلق بتوزيع هذه الحصة بين مصر والسودان. طب ليه تحديدا يا دكتور؟ معلش يعني عايزين نفهم، لأن دولتين قاعدة طب اشمعنى بالذات مصر والسودان لهم حصص؟ تمام. لأن السد العالي أنشئ لصالح ده كانت فكرة مصرية. تمام. ثم كان تم اقتراح أكثر من موقع، يعني اقترحنا في البداية أن يكون التخزين في أثيوبيا أو في أي دولة أخرى شمالا. دي صورة السد العالي؟ نعم. صورة. لا، صورة السد العالي، وهو من الأعمال الرائعة هندسيا يعني والمائيا، ويعني هو منقذ لمصر في الجفاف وفي الفيضان. المهم بقى في عندنا 22 مليار تقسمت كما ذكرنا. بدأت ما كانش في بقى احنا مصر والسودان مشكلتهم او ميزتهم انهم دول مصب. تمام. طيب دول المصب عندما تنشئ مشروع في مصر المؤكد انه لن يؤثر على اي دوله من دول المنابع، لان احنا في المنطقه الادنى ارتفاع، فبالتالي احنا مش لم ناخذ خصما من احد ولم ناخذ بتعمد اضرار الاخرين. فبالتالي طب ليه مصر والسودان؟ لأن السودان استفادت. السودان اتغمرت جزء من أراضيها ببحيرة السد العالي وأخذت تعويض، يعني أخذت كمية المياه الأكبر وأخذت 15 مليون جنيه في هذه الفترة تعويض عن ما تم غمره من أراضي السودان. هذه مفهوم الحصص. عندما تقول أثيوبيا الآن أو دول المنابع أن مصر والسودان انفردتا بتوزيع بعمل مشروع دون استشارتها أو استشارة الدول، الحقيقة فيه نوع من التجاوز أو نوع من المنطق المعكوس. لأنني احنا بنتكلم عن الإخطار. تمام. تقول طب ما أنتم ما اخترتوناش. احنا لم نخطر في السابق لأنه لم يكن هناك ما مبرر للإخطار، لأنه لن يترتب على أثيوبيا أو أي دولة من دول المنابع ضرر، ومن ثم لم نخطر لأننا لن نوقع ضرر في أحد. لكن مصر والسودان تحديدا لابد أن يختار لأنهم الأكثر تعرض للضرر من أي دولة، من أي تصرف لأي دولة في دول المنابع. خلينا نتكلم عن النقطة دي عشان عندنا سد النهضة. سد النهضة نعم. إنشاؤه. تمام. هو بالفعل في إنشاء فعلا جاري إنشاؤه 20% تقريبا. خلينا نتكلم عن هذه القضية من الناحية القانونية ومن ناحية أيضا تتعلق بحصص مصر أو تأثر مصر. أنا هكمل الناحية العلمية وأسيب الناحية القانونية للدكتور مساعد. سد النهضة هو أحد مجموعة من السدود اللي بتستهدف اثيوبيا انشائها على حوض النيل الازرق. تمام. وحوض النيل الازرق هو الاهم لان احنا بيجي لنا منه 52 مليار متر مكعب سنويا. الباقي بيجي لنا من ال 72 بيجي لنا من نهر عطبره او تاكيزي بيسموه هناك في او نهر الصباط. تمام. اللي هو بيسموه ستيت. يبقى احنا بيجي لنا الاهم هو نهر النيل الازرق. 64 سنه 1964 تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق مكتب الاستصلاح الأمريكي بمشروعات سدود ومشروعات ري لأثيوبيا تشمل 33 مشروع سد. منهم هو يا دكتور سد منهم سد النهضة. تمام. ومنهم سدود أخرى. هذا السد في أدبيات الاقتراح الأمريكي سعته 11 مليار متر مكعب. تمام. وأثيوبيا أصلا عشان نتكلم من الناحية الجيولوجية غير مناسبة لإنشاء سدود عليا كبيرة خالص لطبيعتها، وخاصة الجزء الداخل من أرض أثيوبيا في حوض نهر النيل. تمام. عشان نوضح، أثيوبيا 30% فقط منها يدخل في مساحة حوض نهر النيل، وهي أراضي بازلتية وأراضي طبيعتها الطبوغرافية بين ارتفاعات شاهقة إلى منخفضات حادة. واختارت أثيوبيا مواقع لثلاث سدود: سد كارادوبي ده في الاتجاه الاربع سدود، سد كارادوبي في اتجاه على نهر اومو في اتجاه كينيا،
ثم لا يؤثر علينا، لكن هناك سد منداية وسد مدال وسد النهضة هيأثروا علينا. هم دول بقى الحدود السودانية على الحرف 40 كيلو فقط من حدود السودان. هذا السد سعته كانت 11 مليار، صاروا يطوروا فيه او يطوروا دراساته حتى اصبح من وجهة نظرهم وكما يعلن من جانبهم 74 مليار. وهنا يكمن أنني بصدد بحيرة كبيرة أمام هذا السد، ارتفاع كبير يمكن أن يكون له آثار. تجربة أثيوبيا في السدود في سد تيكيزي واحد على نهر العطبرة انهار جزء منه ولم تصل المياه إليه في سنة 2009، ومن ثم عجز عن توليد الكهرباء. اللجنة الدولية لجنة الخبراء أفادت بإيه يا دكتور؟ لسه حتى الآن كناحية فنية حتى الآن لم تقدم تقريرها، وحتى الآن لا تأتينا معلومات شفافة من أثيوبيا أو من دولة أثيوبيا، وحتى الآن لا نستطيع أن نتفهم ماذا يجري في هذه المنطقة، وهذا أمر خطير. لأننا بالعلم يمكن أن نتنبأ ويمكن أن نعلم من خلال معادلات وحسابات وأرقام سنتأثر قطعا من هذه السدود، وسيتأثر السودان بالرغم أنه سيستفيد. السودان سيستفيد وسيتأثر سلبيا إيجابا وسلبا، والسلب في المستقبل السودان أكثر من الفائدة. طيب خلينا نتكلم مع دكتور مساعد. يعني الناحيه القانونيه لهذا السد هو مبدا الاخطار، لابد يعني حسب الاتفاقات الدوليه فيما يتعلق بحقوق المياه ان بيختاروا الدول اللي ممكن تتاثر. هل اثيوبيا التزمت بهذا؟ هو عموما القانون الدولي والقانون الدولي العام وقانون دولة الانهار تحديدا بيحوي مجموعه من الضوابط بتلزم الدول عند اسماحها على اقامه مشروعات مائيه بانها تتقيد بهذه الضوابط. اهم ضابط مبدا الاختيار المسبق، ان الدوله صاحبه المشروع قبل ما تبدا في المشروع وتبدا في تنفيذه الفعلي تخطر جميع الدول المحتمل تاثرها نتيجه بناء هذا المشروع المائي وعلى غرار ذلك السدود، وعليها ان تقدم كافه البيانات والدراسات الفنيه المرتبطه بالمشروع. كل ذلك مغلف بحسن النيه في التعامل مع الدول الأخرى، وعليها ألا تبدأ بناء فعلي في السد إلا بعد أن يأتيها ردود الدول المحتمل تأثرها. نجد أن أثيوبيا اللجنة الدولية التي أنشئت خاصة بسد النهضة لا تعد في القانون الدولي اختيارا مسبقا، لأن الاختيار المسبق زي ما قلنا أهم التزاماته أن الدولة صاحبة المشروع ما بتبدأش بناء فعلي إلا بعد ما بتتلقى الردود من الدول المحتمل تأثرها. هذا لم يحدث. نجد أن أثيوبيا شغالة حاليا ووصلت لمرحلة 20%، الدكتور مغاوري أكد هذا مع انتظار لجنة الخبراء. يعني مع لجنة الخبراء. لجنة الخبراء لم تقول كلمتها بعد وهي برضه شغالة في البناء. برغم ذلك نجد أن الاختيار المسبق مقنن في أحكام القانون الدولي في معظم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأحواض، الميكونج، الراين، الدانوب، المسيسيبي، كل النهار دولية على مستوى العالم. اتفاقية 97 نصت عليه نص صريح. محكمة العدل الدولية في آخر حكم ليها سنة 2010 في النزاع ما بين الأرجنتين وأوروغواي أكدت على ضرورة الاحترام الاختيار المسبق. يأتي مع الاختيار المسبق مفروض في حاجة اسمه الأثر البيئي. الحكم محكمة العدل برضو اشترط على الدول أن تلتزم بإجراء دراسات الأثر البيئي قبل البدء في المشروع وأثناء البدء في المشروع وبعد انتهاء المشروع، حتى لا تتأثر البيئة النهرية والأيكولوجية للنهر بالآثار المحتملة. يحكم أيضا حضرتك عفوا برضو مبدأ الاختيار المسبق، مبدأ عدم الإضرار. يجب على الدول أن صاحبة المشاريع ألا تضر باقي دول الحوض وأن تتعاون فيما بينها في إطار زي ما قلت من حسن النية وحسن الجوار. طب مصر تصرفها إيه؟ مصر حاليا ملتزمة أو منتظرة ما تسفر عنه اللجنة الدولية، ولكن يجب أنا هنا في هذا المقام يعني بنصح أن يجب عدم الانجرار وراء المطالب الإثيوبية بتمديد عمل اللجنة من فترة إلى أخرى، ونجد نفسنا في نهاية المطاف أمام مشروع قائم تم بناؤه بالفعل. طب إذا فرض أن لجنة الخبراء قالت أن هو يضر بمصالح مصر فيما يتعلق بالمياه، يجب تفعيل هذا التقرير على المستوى الدولي، على مستوى المنظمات المعنية بالمياه، على المستوى السياسي يصعد هذا التقرير، ويجب أن نقف في مكتوف الأيدي أمام هذا السد وما ينتج عنه من آثار تضر بمصير الدولة المصرية نفسها. تمام. دكتور مغاوري خلينا نتكلم مع حضرتك من ناحية أيضا المياه وكيفية التعامل مع إدارة المياه. هل نحن في مصر نعاني من سوء إدارة للمياه وموارد المياه في مصر؟ احنا يعني عايزين نقول ان مصر لديها الحقيقه مدرسه الري المصريه مدرسه مشهود بكفاءتها ولها دور في افريقيا، لكن وهي التي طورت حوض نهر النيل، وهي التي سهلت حركه المياه من رواندا وبوروندي في اتجاه اوغندا وفي اتجاه
بحر الجبل، والنيل الابيض هي انشات السدود في اوغندا، انشات السدود في السودان، هي تقوم بحفر ابار في كينيا، لها مجهود كبير في تحضير مجرى نهر النيل وتطويره. لكن ربما لا تدركها الموارد الماليه الكافيه الان، بحيث بنرى ان هناك مشاكل ضخمه جدا في شبكه الري المصريه، من حيث عدم نقص كفاءتها، تحتاج الى تطهير ضخم جدا الترع والمصارف والمجاري المائيه. احنا بحاجه الى نظام ري جديد، لن نقول نظام ري بالتنقيط، لكن منذ ان الغيت الدوره الزراعيه في مصر، ومصر تعاني من سوء في اداره الموارد المائيه رغم انفها، لانه لا يوجد توافق بين السياسه الزراعيه والسياسه المائيه. لأن عندما أطلقت يد الفلاح في أن يزرع ما يريد في أي وقت يريد، في عشوائية، فأصبح في عشوائية، واحد زارع 3 قاريط خضروات، واحد زارع قمح، واحد زارع مساحة من القطن، وهكذا. فهذا التوزيع بيجبر الدولة على أن تعطي المياه للأكثر احتياج بصرف النظر. فهناك كثير من المشاكل، هناك المياه لا تصل إلى كل الترع، وحضرتك بتسمعي عن مظاهر العطش في أراضي الدلتا حتى. تمام. وبالتالي استخدام الآبار الجوفية في الاستعاضة، بيحفروا آبار استعاضة وبيضخوها وبيحطوها في الترع عشان الري. إذن عندنا أزمة ري، وعندنا أزمة في فاقد في مياه الشرب أيضا بتصل إلى 3 مليار متر مكعب. عندنا يعني نقدر نقول عندنا التلوث ظاهرة معروفة، عندنا سوء الاستخدام وعدم الترشيد في استخدامات مياه، كما لو كانت مصر على نهر جاري لا يجف، بالرغم من أننا نقول ونعلن الآن كما أعلن وزير الموارد المائية أن نصيب المواطن مصر 620 متر مكعب، بمعنى أننا في حالة فقر مائي. طيب. ومع ذلك لا ينتبه الناس إلى هذا الحالة. ولا في التقرير بتاع مجلس المعلومات وده اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للسد العالي. أيوة. لبحيرة السد العالي. نعم. وهو يعني آخذ في النقصان، ده حقيقي؟ بعوامل البحر والامور برضه انا ما اعرفش جاب البيانات دي منين. المخزون الاستراتيجي في بحيره السد العالي بيعتمد على كميه الامطار السنويه. تمام. فكثير لما نعمل منحنى كده لكميه المياه مع السنين، هنجد انه احيانا يزداد حتى وصل الى المستوى المنسوب اللي عملنا فيه مشروع تشكى الى مستوى 182 متر او 186 متر. وبالتالي تم فتح مفيض تشكى، وفي السنه اللي بعدها ما جاش، السنه اللي بعدها جه، وهكذا في عمليه نسميها عمليه يعني زياده ونقصان. لكن المخزون الاستراتيجي في السد العالي بيصل الى نحو 120 مليار متر، 160 مليار متر مكعب. ما فيش قلق، ما فيش قلق عليه، الحمد لله. هو يكفي 3 سنين في عدم وصول مياه تماما، الحمد لله. بيكفي 3 سنوات. احنا يا دكتور يمكن لكن احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول ان الدكتور مساعد اشار الى الاثر البيئي. الاثر البيئي سيؤثر على كل الدول بتاعه سد النهضه تحديدا، وعلى اثيوبيا. السدود احيانا زي ما دايما بنقول بيصنعها الساسه ويدفع ثمنها الشعوب، ليست دائما كلها مكاسب، لها مضار. من ضمن المضار هو ان اذا حدث زلزال على سد النهضه المرتفع جدا والمبالغ في ارتفاعه حتى يمكن الحصول على اكبر كميه مياه فيه 74 مليار، المؤكد انه على منطقه بازلتيه وربما نشطه تكتونيا، يعني ممكن زلازل. فاذا انهار جزء منه المؤكد ان السودان سيغرق تماما حتى الخرطوم. بالنسبه لنا سيؤثر على انتظام حركه المياه واتجاهها في مصر في اوقات محدده اللي هي الفيضان. سيكون المنظم الرئيسي للمياه هو سد النهضه وليس السد العالي. ومن ثم سنتاثر 9 مليار متر مكعب حجم التاثير حتى الان. تمام. المتوقع في طبقا للدراسات التي نقوم بها. لكن انا بقول ايه بقى؟ على وزاره الموارد المائيه والري ان الاتي، اننا نستطيع من خلال خبراء مصر، ولدينا من الخبراء سواء في وزاره الموارد المائيه والري او في غيرها ما يمكن من انشاء نماذج حسابيه لمنطقه المنابع في حوض نهر النيل، يمكن أن نتنبأ فيها بأكثر الفترات التي يمكن أن تكون فيها أمطار، وتحديد المسار وسرعة اتجاه المياه السرعة والاتجاه والمناطق الالتقاء والمناطق التي يمكن أن تؤثر علينا إذا ما أنشئت فيها سدود وغير ذلك من الدراسات المستقبلية نسميها دراسات التنبؤ من المناخ
من الطبوغرافيا، من الجيولوجيا، من نوع الصخور، من الانحدار، من التراكيب الجيولوجية، من أشياء كثيرة جدا هم يعلمونها، والمتأكد أنهم يعلمونها، لأنه ليس من المنطق أن أنتظر حتى الآن أن تعطيني أثيوبيا بيانات أو لا تعطيني، أو تعطيني بيانات صحيحة أو لا تعطيني. المفروض أن يكون لدي برامجي ولدي خبرائي الذين يتنبؤون ليس فقط في منطقة أثيوبيا ولكن في منطقة بحر الغزال. وأنا أشير إلى جنوب السودان وأهميته المستقبلية للمياه. بيفقد في هذه المنطقة 33 مليار متر مكعب من المياه في منطقة بحر الغزال. نعم تهدر لأن المنطقة ذات طبيعة، البخر بيصل إلى 85%. لا بد أن يكون هناك توافق مصري سوداني جنوبي لاستكمال مشروع قناة جونجلي وغيرها من المشروعات الفاقد والإهدار. لا بد أن يعي الشعوب الإفريقية في هذه المنطقة الذين توافقوا في دول المنابع على ألا إخطار وعلى عدم الاعتراف بالحصص التاريخية، أن عدم وجود إخطار مسبق بين الدول وموافقتهم يمكن أن يصيبهم هم أيضا في الداخل بينهم فيما بينهم. هذه الدول بها عصبيات وبها عنصريات وبها عرقيات وبها أشياء كثيرة جدا. ربما تنقسم هذه الدول ما بين رواندا وبوروندي والكونغو، مشاكل كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا يمكن أن تؤخذ في الاعتبار عندما نتحدث. هناك حزام من القبائل التوس وغيرها في جنوب السودان وفي أوغندا وفي كينيا. هناك إسرائيل تلعب هذا الدور القاسم الذي يفصل هذا الجزء الجنوبي من نعم لها دور، والصين لها دور، وبعض الدول العربية لها دور. وأين الدور المصري؟ هنا بقى لابد أن نتقدم بشدة وأن نعطي بدل ما احنا قاعدين نعمل كده في بعضنا في هذا الوقت تحليلا. لذلك نقول أن نهر النيل أهم من أي ملف يجري الآن الاختلاف حوله في مصر، ويجب أن يوضع بوضوح وشفافية. أتعجب أحيانا أن يتحدث الناس إذا كان مركز معلومات مركز الوزراء يقول أرقام غير صحيحة، فللعامة أن تقول هذه الأرقام أو ترددها. وأتعجب أيضا من بعض العلماء الذين يذكرون أن سيناء ستكون سلة مصر من الغذاء لما فيها من وفرة من المياه الجوفية. لا، سيناء لن تكون في يوم من الأيام هي مصدر غذاء مصر، لكن يمكن أن تكون مصدر التعدين في مصر ومصدر السياحة في مصر كثيرة. وأشياء كثيرة جدا أن تضاف إلا أن تزرع. وبهذه الكمية 500 مليار ذكرها أحد المستثمرين أمام السيد الرئيس. أقول لسيادة الرئيس أن ليس كل الأرقام التي تذكر أمامه صحيحة، وأن عليه أن يلجأ إلى العلماء والمتخصصين وهم كثيرون وهم مخلصون رغم أنهم ليسوا من الإخوان المسلمين أو من غير أي اتجاه. نقول أن في مصر هم مصريون أن العلم لن ماء حزب له، ولكنه علم وهو أرقام وحقائق وعقول مصرية تعشق بلدها ومستعدة أن تقدم كل خبرتها حتى تنهض مصر. تمام. قبل ما نختم دكتور مساعد، هل احنا محتاجين إلى خطة عمل في مجال الري في مصر وفي حوض النيل؟ المفروض حضرتك الأول بالنسبة للمنظور القانوني، الحقوق المصرية هي حقوق ثابتة من موجب أحكام القانون الدولي، وهذه الحقوق ثباتها ثبات موضوعي ما فيهوش مجاملة عشان احنا مصريين بنتكلم على مجاملة لمصر أو حاجة. لكن هذه الحقوق تحتاج إلى دولة قوية. المفوض المصري حاليا يخوض معركة شرسة تخص أو تتعلق بمصير مصر. يجب أن يكون هناك وراءه دولة قوية حتى يستطيع الوصول إلى نتائج تتعلق بهذا الملف. يجب على المستوى الداخلي ترشيد وضع سياسة ترشيد استخدام المياه. أيضا يجب في بعض المسالب في إدارة الملف في نوع من عدم التنسيق بين الوزارات المختلفة. يجب على الأقل إنشاء مجلس أعلى لإدارة هذا الملف على المستوى العام، يكون هو البوصلة المحددة للسياسة أو رسم السياسة المصرية الخارجية للتعامل مع دول حوض نهر النيل. حقوق مصر ثابتة، ولكن نحتاج إلى إرادة سياسية قوية تساند المفاوض المصري في هذا الوقت. أنا بشكر حضراتكم جدا. يمكن النهارده احنا فتحنا باب الحوار. اعتقد ان المشوار طويل في الحديث عن ملف حوض النيل، ملف المياه في مصر، دور مصر في دول حوض النيل، مشروعات الري، مشروعات التعاون، تقديم خبرات. احنا عندنا خبرات، ينقصنا الاموال بس ممكن سهل تدبير الاموال، لكن الخبرات دي اعتقد والعقول هي اللي صعب ان احنا يكون عندنا، يعني صعب ان احنا نجيبها بسهوله. بشكر جدا الدكتور مساعد عبد العاطي، المستشار الدكتور مساعد عبد العاطي الخبير في القانون الدولي للمياه. شكرا. بشكر جدا الدكتور مغاوري شحاته رئيس الجمعيه العربيه للمياه. وكلمه اخيره، نحط ملف المياه اولويه اولى على المستوى الداخلي والخارجي. يا ريت.
نتمنى هذا. نتمنى ذلك. مشاهدينا، بكده انتهت حلقتنا النهارده من هنا افريقيا والحديث عن ملف المياه. اعتقد من خلال فريق عمل هنا افريقيا هيكون له اولويه كبيره جدا في الفتره